السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تقدم لفيزة اللوتري الأمريكية لعام 2026 أو 2026؟ ازاي تقدم لها؟ ده اللي إن شاء الله هنشرحه في الفيديو بإذن الله، وهنعلمكم خطوة بخطوة. لو أنت سنجل هتقدم ازاي، لو أنت متزوج هتقدم ازاي. دخلنا على الموقع. بعد ما دخلنا على الموقع هنا بيقولك إن اللوتري بتفتح يوم 4 أكتوبر وبتنتهي يوم 7 نوفمبر. بعد كده هنا هيكون عندك اختيارات. انت هتدوس على كلمة انتري، يعني ادخل. فانا هدخل الموقع وبعد كده انا هقول لك خطوة بخطوة ان شاء الله انت هتعمل ايه. اول حاجة هنا هوت بيديك هنا هوت زي كود معين. هنا انت بتكتب الرقم ده زي ما هو موجود قدامك اهوت بنكتبه. تمام. بعد ما هنكتبه هندخل على الصفحة. انت لو انت سنجل حاولت تعمل ايه، لو انت متزوج هتعمل ايه، لو انت عندك اولاد هتعمل ايه. كل ده ان شاء الله خطوة بخطوة معاكم من الف للياء باذن الله. واتمنى الاشتراك وتفعيل القناة. اول حاجة هنا هو بيقول لك ان المدة الزمنية اللي انت تقدم فيها الطلب هي 30 دقيقة بس. بعد كده الموقع هيقفل معاك. اول حاجة هنا اسمها اللاست نيم، او يعني انت دلوقتي سي مثلا واحد مثلا اسمه محمد عبد العليم السيد موسى. تمام. فاللاست نيم هيكون اخر اسم خالص موسى، وهنا هو الاسم الاولاني اللي هو محمد، والميدل اس اللي هو الاسمين اللي في النص. تمام. فدوت هيكون اول حاجه، اول اللي هو النيم. بعد كده هو هنا بتختار النوع، هل النوع ذكر ام انثى. بتختار النوع. بعد كده هنا بتختار تاريخ الميلاد. انت تاريخ ميلادك كام. اول حاجه مبدا بالمانث بالشهر، بعد كده بالدي باليوم، بعد كده السنه. بعد كده هنا بيقول لك ادخل لي انت مولود فين او في اي منطقه. بعد كده هنا بيقول لك تخلي البلد اللي انت اتولدت فيها. انت اتولدت في مصر، اتولدت في المغرب، اتولدت فين. السؤال دوت بيكون سؤال يعني بيقول لك انت هل بلدك مؤهله للتقديم ولا لا. طبعا مصر والمغرب والجزائر من الدول المؤهله للتقديم لفيزا اللوتري. وبعد كده السؤال رقم 7 هنا الصورة. وإن شاء الله أنا هعمل لكم فيديو مخصوص عن الصورة، ولكن بطريقة يعني طريقة سهلة جدا. أنا هوريك الإجراءات اللي هي بتشوف الصورة إزاي، وبتشوفها هل صحيحة ولا مش صحيحة. الفيديو دوت سريع، ولكن إن شاء الله أنا هعمل لكم فيديو مخصوص على طريقة إزاي تعرف الصورة أنت عاملها صح ولا غلط. هنا طبعا هنا مثلا إيه بيقول لك إن الاختيار إن الصورة بتكون كام في كام. هي بتكون 600 في 600. انت بتروح للراجل المصور، انت بتقول لو سمحت انا عاوز اعمل صورة لوتري. هي بتكون 5 في 5. وهنا بيقول لك انت المفروض تعمل ايه. بتدخل على الموقع دوت. تمام. وبعد كده بتختار صورتك. ولما بتختار صورتك هنا بتدخل هنا بتضغط على الموقع. بعد كده بتختار الصورة بتاعتك. تمام. بعد ما بتختار الصورة بتاعتك بيقول لك الصورة بتاعتك صحيحة ولا مش صحيحة. تمام. احنا اخترنا الصورة، وهنا يطلع لك ان الصورة بيقول لك هنا الصورة مش محتاجة اي قطع. هنا الصورة بتاعتك صحيحة. وبعد كده ده السؤال رقم 7. السؤال رقم 8 اول حاجة بيقول لك انت هنا بالاسم كامل اللي هو انكير. دوت طبعا اوبشن ده اختياري. بتكتب اسمك كامل. اسم مثلا ايه محمد عبد العزيز ايا كان ابراهيم، بتكتب اسمك كامل. بعد كده بتكتب العنوان اللي انت ساكن فيه، ولكن مثلا انت ساكن في اسكندريه، ساكن في القاهره، شارع ايه مثلا 44 شارع كذا ايا كان الامر. بعد كده السيتي اللي هي المدينه رقم دي. بعد كده يعني مثلا واحد ساكن في الاسكندريه يكتب في الاسكندريه بقى كود الاسكندريه. بعد كده هنا اللي هو الكود البريدي مش شرط تكتبه. لو عاوز تكتبه اكتبه براحتك عادي. بعد كده الكانتري اللي انت عنوانك فيها. في ناس عايشه في جده، في ناس عايشه في الرياض، بتكتب عنوانها هي عايشه فين بالظبط. بعد كده يا جماعه
ندخل على رقم التليفون. بعد رقم التليفون بندخل على الايميل. طبعا هنا الايميل مهم جدا جدا جدا، لازم تكتبه، لان ده انت لما هتيجي تشيك بعد كده لو انت نسيت الباسورد او اليوزر، فانت هتيجي تشيك بالايميل هنا. طبعا يا جماعه في السؤال رقم 12 حاجه مهمه جدا، اللي هي اول حاجه انت دلوقتي لو معاك اعداديه، تمام، بعديها اللي هي هاي سكول اللي انت معاك ثانويه عامه، بعديها اللي هي انت معاك كورسات بعد الثانويه عامه، بعد كده هنا بيقول لك انت معاك جامعه، بعد كده انت معاك الكورس بعد الجامعه، تمام، بعد كده انت عامل ماجستير، بعد كده انت عامل كورسات بعد الماجستير، بعد كده انت عامل دكتوراه. هنا بقى حالتك الاجتماعيه ايه؟ هل انت امرد يعني سنجل؟ بتختار سنجل. وبعد كده هنا الاختيار الاولاني هل انت متزوج وبس شريكة حياتك معهاش جنسية أمريكية. تاني اختيار انت متزوج شريكة حياتك عندها جنسية، فانت الكلام ده كله بتوضحه عندهم. هنا هو النمبر عدد الأطفال، عندك طفل ولا عندك اتنين أو عندك تلاتة، فهنا بتختارها. بتختار مثلا انت عندك طفل، فبتختار طفل او اتنين، عشان الكلام ده كله بيظهر عندنا بعد كده انت بتدخله. وانت بيقول لك هنا حاجه مهمه جدا جدا لازم تخليك منها برضك، انك بالنسبه للاطفال اللي عمره 21 سنه ما بيسجلوش. هنا برضك بتدخل اللي هو اللاست نيم بتاع شريكه حياتك بتاع زوجتك لو انت اللي بتقدم، او شريك حياتك. هنا بعد كده طبعا بتدخل البيرث داي اللي هو تاريخ الميلاد. هنا ميل ولا فيميل، تمام. ونفس الكلام هو بيتعاد، تمام. بعد كده هنا بيقول لك دخل انت ساكن فين. مثلا واحد ساكن في اسكندريه او ساكن في القاهره، بيدخل هنا بقى الكانتري اللي انت اتولدت فيها، اللي هي اتولدت فيها، مش انت طبعا، اللي يعني ده الشريك حياتك. لو انت زوج بتقدم مراتك، فهنا بيطلب بيانات مراتك، لو العكس بيطلب بيانات جوزك. هنا طبعا بندخل الصوره، وانا زي ما شرحت لكم الصوره بتعملوا فيها ايه، وان شاء الله هنزل لكم فيديو ليها مخصوص جدا. بعد كده يا جماعه هنا الشيلدرن او الاطفال اللي انت دخلته، تمام، في اول في الابليكيشن. هنا طبعا مثلا ابنك او بنتك بتكون تحت ال 21 سنه، فبتدخل هنا بياناتها اللاست نيم اللي هو اسم العيله، والفيرست نيم، بعد كده عيد ميلادها ايه، بعد كده الجنسيه ميل ولا فيميل، بعد كده هنا الكانتري، بعد كده بتدخل صوره للطفل اللي انت هتدخله معاك، او حد يكون اقل من 21 سنه. هنا بيظهر لك كونتينيو ولا جو بارك، انت تتكا كونتينيو. هنا بيظهر لك البيانات، انت بتراجع البيانات كلها تاني. بعد ما تراجع البيانات كلها تاني، هنا لو انت ضغطت على سبميت، انت خلاص ابتديت سجلت، وانت خلاص دخلت في مرحلة ان انت تستنى لشهر 5 للوتري. هنا طبعا اهم حاجة انت الاسم بتاعك، وطبعا تاريخ سنة ميلادك، وهو في كود. الكود ده هو اهم كود لازم تعرفه، لان انت بتشيك بيه لما ربنا يكرمك بتكسب. هنا طبعا ممكن بتعمل برنت او بتحفظ الشاشة قدامك عشان خاطر تكون عندك حفظ. اتمنى ان شاء الله ان اي حد شاف الفيديو وعجبه، اتمنى اللايك والاشتراك. دي الشاشة دي ان شاء الله بترجع لها في شهر 5، بتشيك بياخدوا من مصر 3000 واحد. انت لو راجل وزوجتك ليكم طلبين، بتقدم طلبين، طلب ليك وطلب للزوجة. اتمنى لاي حد شاف الفيديو وعجبه ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان خاطر يصلك كل جديد. وباذن الله الفترة الجاية هنزل لكم مجموعة فيديوهات عن السياحة والشنجل. اكتب في الكومنتات انت محتاج ايه بالظبط ان شاء الله، وباذن الله هنساعدك وننزل لك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.